عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آلاء هشام، استشارية علاقات أسرية ومدربة تنمية بشرية. هنتكلم إن شاء الله النهاردة على موضوع مهم جدا وهو الغيرة. طبعا الغيرة الطبيعية إحساس جميل جدا، دي الطبيعية، إحساس كده بيخليك طاير إن شريك حياتك غيران عليك. إحساس الكل بيتمناه، وإحساس لو مش موجود في الشخص أو في شريك حياتك بتحس إنك ناقصك حاجة. بس كل حاجة في الدنيا بحدود، وكل حاجة في الدنيا ليها بمعنى أصح حد معين. طيب هنتكلم ان شاء الله النهارده على الغيرة اللي هي فوق الطبيعي، سواء راجل او ست. الغيرة اللي ممكن ما تخليش راجل مش يعرف ينام. الغيرة اللي ممكن تخلي الست تستنى لغاية لما جوزها بمعنى اصح ينام عشان تفتش في موبايله. الغيرة اللي ممكن يخلي الزوج يتأخر فوق ال10 ساعات في الشغل ومش يعرف يكلم مراته، ولما تيجي أول ما يدخل البيت تقعد تحقق معاه انت كنت فين، انت كذا انت كذا انت كذا، ويتقلب البيت عبارة عن شوية تحقيقات. الغيرة اللي مش بتحس بالراحة فيها، الغيرة اللي بتحس بالخنقة، الغيرة اللي بتحس ان شريك حياتك متحكم فيك، الغيرة اللي ليها أسباب كتيرة جدا. وفي ناس كتير فاكرة ان الغيرة اللي غير طبيعية دي دليل على الحب. مستحيل. الحب ما هو الا علاقة راحة بين طرفين، اتنين بيريحوا بعض. الحب ما هو الا مشاركة عشان نواجه الحياة بشكل كويس وهادي. اول حاجة هنتكلم عن اسباب الغيرة. انا عايزة كل واحد كده يسأل الناس اللي بتغير، اسألي نفسك انتي بتغيري ليه. طبعا اي مشكلة عشان اعالجها لازم اكون عندي سؤال ايه هو سببها عشان ابدأ اعالجها. هل سبب الغيرة تصرفات الشخص اللي قدامك بيخليك تغير؟ يعني تصرفاته فيها حاجة مش كويسة. مثلا لو انت بتغيري على جوزك، هل جوزك بيكلم بنات، ليه علاقات تانية مش عارفة، في حاجات بتبينك عشان تغيري بيه؟ ولا هل والله لو جوزي كله تمام ومش بيكلم حد وانا مش في اي حاجة شايفاها عليه او بس هل التصرف او السبب التاني الغيرة منك انت شخصيا؟ يعني الموضوع منك انت شخصيا، انا بغير علشان انا شخصيا حاسة بالغيرة؟ ولا هل هو الغيرة محاطة بغلاف اسمه التحكم والسيطرة؟ يعني أنا بغير على الشخص، حاطة الغيرة زي غلاف كده علشان أتحكم في الشخص، أبقى عارفة بروح إمتى بيرجع إمتى البيت، مش عارفة إيه، عارفة تحركاته باسم الغيرة. أخليه يروح، إن لو مثلا واحد مثلا خطيب واحدة، لا ما تنزليش، لا ما تعمليش، لا ما تروحيش، زوج واحدة لا، ويكون متحكم فيها باسم الغيرة. وضع الغيرة اسما يعني اسما بس بمعنى صح. ونفس النظام الزوجة عشان تعرف تحركات جوزها معرفة تضع الغيرة اسما. لا اصلا انا بغار. يا جماعة ما هو كل واحد لازم يعرف السبب الحاجة عشان يعالجها. لو السبب عندك شخصيا يبقى الموضوع لازم يبقى فيه حد. طيب خلينا نكمل. اسباب الغيرة، هل خيانة مثلا من الطرفين حصلت قبل كده فالموضوع فيه ان انت بتراقب تصرفاته؟ هل مثلا كل شوية بتلفت نظر الشخص الماضي؟ خليك في المستقبل وبمعنى صح الحاضر هو اللي انت عايشه. ما تنكش في الماضي كتير، الماضي عدى ومادام شريك حياتك انت اخترته وبدأت معاه حياة جديدة، ليه تنكش في الماضي بتاعه؟ كل واحد وليه ماضي. طب الماضي ده هل هو تاب منه؟ تاب. طب ارتبط؟ ارتبط. خلاص الموضوع منتهي، مادام تاب وارتبط يبقى ما ينفعش ابني حياتي اللي انا عايشها على كل شويه تحقيقات وكل شويه امسك الموبايل افتش فيه. ده مرض. الغيره لما بتزيد عن حدها بيبقى مرض نفسي. طيب هل مثلا انا اسباب الغيره برضو، هل انا علشان انا اقول اعالج او اشيل اللوم عن نفسي ايه اقول ده اصل الستات كلهم مش ينضموا، اصل الرجاله كلهم بيلعبوا بديلهم فانا خايفه هو يلعب بديله، فده حجه مثلا؟ هل انعدام ثقه بالنفس، ودي النقطه المتاكده منها بمعظم الحاجات اللي في البيوت، ان الطرفين سواء اللي بيغير او اللي مش يغير مش عنده ثقه في نفسه. واحدة مثلا مش جميلة، الجمال مش كل حاجة على فكرة، يعني هما في دراسات اثبتت ان جابوا واحدة جميلة قوي وجابوا واحدة متوسطة الجمال، بس الجميلة دي ما كانش عندها ثقة بالنفس، مش واثقة في نفسها. والمتوسطة الجمال بتتصرف بشكل واثق من نفسه جدا. اللي فازت هي اللي واثقة من نفسها، وتلاقي الرجالة كلهم اتجهوا ليها. فالثقة بالنفس حتى لو انت مش جميلة بدرجة الجمال، فهو شريك حياتك هو شايفك انك جميلة. بثقتك بنفسك بمعنى صح تخليه يلف حوالين روحه كده. ونفس النظام حضرتك لو انت مش واثق في نفسك انك مالي عينين شريكة حياتك، كل شوية بقى هتمسك تليفونها تبص فيه، كل شوية هتسألها رايحة جاية منين مش عارفة ايه، هتبقى نظام خنقة. خلينا بقى نمسك في الحلول شوية.
اول حاجه لازم اكون واثق من نفسي وشريك حياتي جدا وواثق من حبي ليه. 2، امارس الرياضه. الرياضه بتطلع الكبت. طبعا 3/4 شباب وبنات مصر ملهمش علاقه بالموضوع ده، وطبعا 3/4 اصلا الكبت والاكتئاب بيجي من الموضوع ده. الرياضه والصلاه. تمام. 3، بلاش دور المراقب والمحامي اللي احنا ماشيين بنفتش على بعضنا بيه. لازم ابقى عارف ومتاكد ان شريك حياتي يعرف يحمي نفسه كويس. بلاش يا جماعه شغل مفتشين كرومبو اللي احنا كل شويه ماسكين فيه ده. لازم يبقى فيه كنترول. اسيطر على نفسي. داخل البيت حصل حاجه اسيطر على نفسي، ما اديش احكام غير لما اتاكد. 4 او 5، بلاش اتهامات، بلاش ادعاءات غير لما اسمع شريك حياتي كويس وابدا افكر كويس وبعدين بتهم براحتك. لازم اكون عارف ومتاكد ان الغيره الزايده دي هدامه، يعني هتخليك تخسر اللي انت خايف تخسره. لو انت فعلا بتغير عشان بتحب او انت بتغيري عشان بتحبي، فتاكدي 100% ان الغيره الزايده دي هتخسرك شريك حياتك. هيجي في فتره يقولك انا اتخنقت خلاص، الموضوع فاض بيه. فلازم تبقي عارفه انك هيجي فتره ومش هيبقى في حياتك اللي انت بتغيري عليه ده. تمام. رقم 7، لازم او بلاش شغل الامتلاك. انت دلوقتي شريك حياتك مش انت تمتلكه لوحدك، لا، لازم يبقى فيه نوع من الحرية ولو بسيطة. ليه مراتك لها اصحابها البنات طبعا. لازم يبقى فيه حرية معاهم، لازم يبقى فيه ليها خصوصية ليها. ما ينفعش تبقى رايح جاي تفتش في موبايلها على اصحابها وكلمت فلانة ومش ليه؟ ليه ده اللي يدل على عدم انعدام الثقة بالنفس ليك. ونفس النظام لحضرتك، رايحة جاية تفتشي في موبايل جوزك. ايه يا جماعة؟ هو للدرجة دي احنا مش واثقين في انفسنا؟ مش واثقين ان احنا شريك حياتنا بيحبنا؟ انا مستغربة الصراحة. رقم 8، بلاش مقارنة. بلاش شريك حياتي ده انا دي ممكن تكون مشغلة معاه في الشغل، والله ده جميلة، ده احسن مني. طب والله دي ممكن يكون شغال معاها وشوف ممكن تكون مثلا تبصله كده وكده. بلاش مقارنة. انتي وانت معتزين بنفسكوا جدا، كل واحد شايف نفسه جدا مع شريك حياته. بدل ما تقارن، قرب من شريك حياتك. طول ما انت مقرب منه، او بمعنى اصح طول ما انت هو شايفك حاجة كبيرة بالنسبة له، مش هيقدر يبص بره. طول ما انت مالي عينيه مش هيقدر يبص بره. لو انت شغلت نفسك بالمقارنه بين ده وده وده وده، في الاخر هتعمل ايه؟ هتخسر شريك حياتك. 11، لازم اكون واضح في تصرفاتي. ما ينفعش اعمل تصرف يدي ريبه او شك. مثلا وليكن واحده بتتكلم مع التليفون مع صاحبتها مثلا، واول ما جوزها يجي تروح قافله السكه. ايه ده؟ يعني انا لو منه اكيد هشك. يعني ليه بنحط نفسنا في مواقف بتدعو الى الشك او الريبه؟ بتقوم الغيره زياده. لا، انا اكون واضح في تصرفاتي جدا، مش خايف من حاجه ما دام ما عملش حاجه غلط، سواء بنت او ولد متجوزين ما ينفعش. تمام. دايما يبقى فيه مصارحة. يعني انا عايزة لما شريك حياتك انت تهتم بيه، واول ما تدخل تتكلم تريح وبعد كده تطلع، يعني تقوم تتكلم معاها مثلا عن شغلك وايه اللي حصل في يومك ومش عارفه ايه. وهي نفس النظام، مثلا لو هي بتشتغل او هي بره في اليوم او في البيت، تتكلم معاها وتبداوا تصارحوا بعض وتتكلموا مع بعض. مش هيبقى فيه نوع من الحاجة او الغموض اللي يدعو ان شريك حياتك يشك فيك او يغار عليك، لانه عارف بمعنى صح ايه اللي في يومك، او انت في الاخر بتيجي تحكي له. الغموض الزيادة عن اللزوم بين الزوجة والزوج وبين الزوجة والزوج هو ده اللي بيخلي فيه غيرة، وبيخلي فيه ان انا عاوز اعرف ايه اللي في اليوم حياتي او في يوم شريك حياتي. تمام. نصيحة للزوجات والأزواج طبعا، بلاش سوء ظن. بلاش دايما اخترع الحاجة الوحشة أو أشوفها قدامي. الله ده تليفونه مشغول، تلاقيه بيكلم واحدة. ليه يا بنت الحلال؟ ده ممكن تليفونه مشغول مثلا، بيتصل بحد زميله، حاجة في الشغل حصل، مصيبة حصلت، ليه اشمعنى بيكلم واحدة؟ نفس النظام. واحدة مثلا خطيبها مثلا من النوع اللي بيغير زيادة، تليفون خطيبته مشغول. طب مشغول ليه؟ طب ازاي تسيبني على الويت؟ طب مش عارفه ايه يا جماعه، في ايه؟ هو انت مثلا مرتبط بيها عشان تحكمها تبقى كده؟ انت ليك لوحدك. ليك لوحدك، بس هي بني ادمه، ليها اجتماعياتها، ليها اصدقائها، ليها مامتها وباباها، ليها برضو عالم خاص بيها. لازم تحترمي العالم ده، وانت لازم تحترمي العالم ده، شغله ومعنى صح، اصدقائه وبيته ونفس النظام. لازم تحترمي العالم ده. ليه احنا بنخش في عالم بعض بطريقة مستفزة؟ عايز تخش باسلوب كويس. الزوجات
عشان خاطري ما تخلطيش بين العمل والغيرة. في حريمه في الشغل بتاعه، ايه المشكلة يعني؟ مادام انتي مالية عينه وواثقة في نفسك خلاص الموضوع منتهي. والله لاحظتي عليه حاجة قربي منه اكتر، مش تبعدي. تمام. حاجة تانية، لازم يبقى في مساحة من الحرية زي ما قلنا والخصوصية، لازم احترم خصوصية شغله. الله يكرمك لما ترجع من الشغل مادام اسرار الشغل مش هتتضر، يعني مش هيحصل لها ضرر، قول لها ايه اللي حصل في الشغل، مش في اي مشكلة يعني، ريحها. تمام. بلاش احكام وبلاش شغل تحقيقات. خليك دايما كده، يعني بلاش ايه معنى صح، حط نفسك مكان الشخص التاني. هل هو هيستحمل كتر التحقيقات دي؟ او انت هتستحمل كتر التحقيقات دي؟ لا. طب امال بتعملي كده ليه؟ تمام. الرجاله، الغيره زوجتك عاليه عشان حضرتك مش مهتم بيها، اهتم بيها، اي فرصه عبر بقى عن مشاعرك، اتكلم معاها، اول ما تروح احكي لها، استغل كل فرصه تعبر بيها عن مشاعرك زي ما قلنا، التمس ليها العذر. الصبر يا جماعه، الصبر على بعض. حاول تفهم هو بيحب ايه وبيكره ايه وتجنبه. دايما بقول حاول تفهموا بيحبوا ايه ويكرهوا ايه وتجنبوا انتوا الاتنين. انعدام الثقه بالنفس بتؤدي المصايب. ام سلمة لما غارت على الرسول ساعة لما كان القدر او الاكل راح وراحت لطشة او معنى صح وقعته واتكسر، فالرسول غارت امكم، وراح جايب واحد من سيدة من زوجته اللي كانت موجودة واداها وصلح الموقف بهدوء. الغيرة موجودة بس ليها حد، لازم ابقى عندي كنترول على نفسي، لازم اتأكد 100% ان شريك حياتي ده انا مش مالكه، لا، ليه حرية التصرف في بعض الحاجات، ليه عالمه الخاص. كتر الغيرة هتولد طلاق، هتولد مشاكل، هتولد كره. كتر الغيرة مش بيدل على الحب، اللي بيحب بيخلي فيه حبيبه في راحة. ادوا لبعض فرصة ان انتوا ترتاحوا، ده على الاقل لما تبعدوا شوية في اليوم عن بعض. الحب مش طول النهار معاه، طول النهار بكلمه، طول النهار ليه؟ ايه يا جماعة؟ في إيه؟ ده في زهق في العلاقة. لا، ايه المشكلة لما اسيبه يشتغل براحته، وبعد كده انا اكلم صحباتي ولا اشوف شغلي، وبعدين لما اروح وابدا شوية بشوية كده اروح بعتله رسالة كويسة، مش عارفة ايه. الحب مش كده. الحب ان انا اروح وارجع واروح وارجع واروح بيحصل نوع من الشوق. اخيرا كان في قصه صغيره هختم بيها. واحد مراته وباباها مات فعاوز يوصل لها الخبر. تمام. هي كانت من النوع الغيور قوي، فقال لها يلا وتعالي عشان هم ساكنين في بلد وهي في بلد يعني، وباباها في بلد. فمش قال لها خلاص ان باباها مات، قال لها يلا اركبي وجهزي الولاد وعشان نروح لباباكي، قال نروح لبيت اهلك يعني. وهو في الطريق اوصل لها ازاي، قال لها بصي يا بنت الحلال، الشرع حل الاربعه وانا اتجوزت، وهوديكي بيت اهلك دلوقتي علشان ابدا اروح اعمل الدخله وكده. قعدت تصوت ومش عارفه ايه، وانت خاين ومش مخلص واشرب بعد كذا ومش عارفه ايه، وعمال يسكت فيها مش في فايده خالص، لحد ما وصلوا بعد 4 ساعات سفر وهو مستحمل دوشتها وعياطها اللي جاب للاخر. اول ما وصلوا قال لها عاوز اقول لك حاجه، قالت له اتفضل. قال لها على فكره انا مش اتجوزت بس باباكي مات. قالت له بابا الله يرحمه، المهم انت مش اتجوزت. اخيرا ان الغيره ممكن تفقد الانسان عقله، ممكن تفقد حاجات كتير تخليك مش عارف متحكم في تصرفاتك. وبدافع الحب يا جماعة علاقة راحة. فعلا بتحب شريك حياتك اديله مساحة من الحرية شوية، اهدى عليه شوية. الغيرة مش تحكم، الغيرة احساس جميل باسلوبكم، وبمعنى صح بتجاوز الحد بتهدموه وبتكرهوا الشخص وشريك حياتك فيكي، بتكرهيه وهتخسريه، وانت نفس النظام بتكرهها فيك وهتخسرك، ولو مش دلوقتي هتخسرك بعد كده. يا ريت نحافظ على العلاقة بتاعتنا، وبلاش غيرة زيادة وبلاش شك، لانه هيهدم الموضوع خالص، وهيبقى في حلقة للشك ان شاء الله. شير الفيديو وتفاعل معاه، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. الا هشام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.